السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو نتوما احوال مزيانه يا ربي. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم طريقه ديال المسمن كيجي زوين ومورق وسهل. غندوزو نشوفوا المكونات اللي غنحتاجو. عندي هنايا زلافه ديال الفينو، وعندي جوج زلافات ديال الفورص، عندي معلقه كبيره ديال السنيده، وراس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وعندي شويه الملح على حسب كل واحد، عندنا الماء باش غادي نجمعوا العجين. غنخلطوا المكونات. هنايا ممكن انكم ديروه بحال دابا زلافه ديال الفورص او زلافه ديال الفينو على حسب كل مره وكيفاش كل مره وكيفاش كنديروا. اليوم قررت ندير هاد الطريقه هذه حتى هي كيجي المسمن بها زوين بزاف. الماء البنات انا هنايا درت كاس ونص، وغادي نزيد تقريبا من بعد يعني ملي غادي نعجنو اي خصني الماء غادي نزيد واحد 4 كاس. هاد الكاس هو باش عبرت. المهم هنايا درت دابا كاس ونص وكنجمع العجينه البنات خاصها ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه يعني مطلوقه بزاف، يعني مجموعه وفي نفس الوقت رطبه باش المسمن يجي زوين. المهم انتما كتشوفوا معايا تبقاو تخويو الماء غير بشويه بشويه انا ما درتش ما خلطتش بالعجانه هو الاول، خلطت بيدي باش نوريكم القياس. ودابا غادي نديرها تدلك مزيان. اهم حاجه العجينه خاصها تدلك، وإلا ما قدرتوش تدلكوا ولا يعني ما عندكمش الوقت ولا هذا غديروها في بلاستيكه وتخليوها واحد بحال دابا تعجنوها في الصباح وتخليوها حتى العشيه، ولا على حسب ساعه ولا ساعتين في بلاستيكه ماشي مشكل. كيف قلت لكم هنايا زدت واحد 4 كاس ديال الماء، عبرت بهذا الكاس هذا صافي. هنايا غنخليها تدلك مزيان. اهم حاجه ان العجينه ديال المسمن خصها تكون مدلوكه مزيان واخده حقها. ودابا غادي ندوز باش ندوب الزبده. انا درت هنا زبده سبيسيال يعني نوعيه مزيانه، هي باش غادي نورق المسمن. وكل واحد وشنو كيدير، انا المهم شاركت معكم الطريقه ديالي. غنحتاجو هنايا الفينو باش غنورق، وعندي هنا الزيت والزبده اللي ذوبت. وهنا بعد ما دلكات لينا العجينه المهم كتكون بحال هكا رطبه، يعني رطبه ملي كتمسوها كتلقاوها رطبه ماشي كتلصق ولا هذاك، خاصها تكون رطبه. غنغطيو العجينه واحد شويه ترتاح غير شويه باش غادي نكوروهم هكايا نشكلوهم كويرات. غندهنوا سطح العمل بالزيت صافي وغنشكلوهم نتوما القياس اللي بغيتو. المهم انا درتهم متوسط يعني متوسطين ماشي كبار ماشي صغار، وانتم اللي بغيتو ديروهم كبار ديروهم، بغيتو ديروهم صغار من هكا ديروهم على حسب كل واحد. ولا عندكم الميزان هذاك الميزان اللي ديال الغراماج اللي كنعبروا به الغرام باش يجيكم هكا المسمن تقاده وحده عبروا بالميزان. المهم انا حاولت غير ندير قياسي بيدي وصافي. المهم هنا ملي غنشكلوهم غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه بحال هكاك، وغادي نبدا نطلق في العجينه نورقوا المسمن ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذه اهم حاجه، وهذا هو السر باش المسمن ديالنا كيجينا مورق وناجح. هاد الطريقه يعني المسمن خاصو يتورق مزيان، وحاولوا انكم ما تقطعوش. وهو العجينه الا كانت زوينه راه ما كتقطعش لنا العجينه، يعني الا كان في الاول دلكات مزيان وخدات وقتها ما كتقطعش نهائيا. المهم انتم كيف كتشوفوا معايا كنطلق كندير الزبده وكنرش شويه الفينو وكنستمر بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا معايا الطريقه راه واضحه، كندهن بالزبده وكندير الفينو وكنقاد المسمن ديالنا طريقه سهله، وكنستمر تنكمل الكميه كامله اللي عندي. وباش كتعرفوا ان المسمن غيجي زوين يعني كيف كتشوفوا معايا فوق بوطاجي كاينين دوك في المسمن واحد النفيفيخات بحال هكا كيف نقول لهم خارجين هكا، الدليل على ان العجينه ناجحه والمسمن ها نتوما كيف كتشوفوا معايا والمسمن غيجي زوين ان شاء الله.
هاد الطريقه ساهله وكيجي مسمن يعني زوين بزاف. حتى انا بحال بزاف د البنات كنت كنعاني من المسمن، ما كانش كيجي، واخا كنصاوبو ما كانش كيجيني زوين، ما كانش كيعجبني. ولكن مؤخرا يعني بكثرة الممارسة وعرفت بزاف اسرار باش المسمن يجي زوين. خاص العجينة تكون رطبة والعجينة ترتاح وتورق بهاد الطريقة هادي وتورق مزيان، يعني تيبان لكم يعني السطح العمل يولي يبان لكم، الرخامه تبان لكم. هانتوما كيف كتشوفوا معايا باش تضمنوا ان المسمن غيجيكم 100% ناجح ان شاء الله. يعني راه ماشي من المقادير، يعني واخا ديروا قد الفورس قد الفينو، هادشي ما عنده حتى شي علاقه بنجاح المسمن. هذه هي هذا هو السر باش كينجح المسمن. التوراق، هاد المرحله هي المهمه. وكيف كتلاحظوا معايا انه يعني المسمن كيمشي في يدي، يعني طيع في يدي كيف كنقولوا يعني. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا يعني دغيا كنطلقو كيتطلق بسهوله. المهم بقاو معايا البنات حتى تشوفوا الفيديو حتى الاخر. هنا صافي كملت المسمن، خليته شويه يرتاح. صافي وغادي ندوز باش غادي نطلق المسمن باش نطيبو، يعني مباشره كنطيبو. المهم سخنت المقله، انا المقله عندي هاد المقله هذه ثقيله. نتوما تقدروا ديروا هذيك الاخرى ديال الطيفال ولا اللي عندكم ماشي مشكل. النار متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا المسمن ما تخليوش حتى يعني غير تحطوه في المقله دغيا تقلبوه باش يتنفخ لكم، يعني بحال هكا بحال هذا الشكل تبقاو تقلبوا فيه بحال هكا حتى يتنفخ لكم. هانتوما كيف كتشوفوا معايا راه كيجي مهوي من الداخل ومورق ورقه ورقه. وحتى اللون ديالو، انا هاد اللون هو اللي كيعجبني في المسمن، كيجي زوين. صافي كنستمروا بنفس العمل، يعني كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا المسمن ديالنا كامل ان شاء الله. هنايا ما نسمنوش بزاف، يعني نسمن يعني ما كنضغطوش بزاف. شويه وصافي. هانتوما كيف كتشوفوا معايا دغيا كنقلبو باش يتنفخ، كنبقى نقلب فيه باش يتنفخ ليا وما يجي زوين، يجي محلول وخفيف وحتى اللون ديالو كيجي زوين. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هاد مني كيتنفخ المسمن، اي مرة في اي مرة كتفرح مني المسمن كيجي بحال هكا منفوخ، وهذا دليل على نجاح المسمن ديالنا. ها نتوما البنات شوفوا كيفاش كيجي محلول محلول بزاف اكثر ما تتخيلوا، يعني راه جا زوين بزاف والله العظيم. غير جربوا هاد الطريقه ساهله يعني وبسيطه. كيف قلت لكم تبعوا غير المراحل ويعني المراحل بالضبط ان شاء الله غادي يجيكم ناجح وغيجيكم بحال هكا. بحال اي امراه مغربيه كتبغي المسمن يجي بهاد الطريقه هادي منفوخ ومحلول وحتى اللوين ديالو زوين. المهم انا كنستمر حتى للنهايه، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تستافدوا اكثر. واخا انا كنسرع الفيديو، كنحاول ان الفيديو يعني ما يجيش طويل وتشوفوا المراحل كامله.
كنظن ان المراحل كامله، يعني حاولت انني نوضح كل شيء في الفيديو، والفيديو كنظن انه واضح. كنتمنى حتى نتوما تكونوا يعني استفدتوا معايا. وهنايا تقريبا كنكون كملت، بقاو لي غير هاد الجوج. كيف شفتوا معايا كيخرج لينا كميه لا باس بها، يعني هكا الوليدات الكوتي، يعني عارفين شنو كنعطيو لوليداتنا. يعني حنا عارفين مسمن ماشي صحي، ولكن على العموم هو كيبقى احسن من ديال اللي كناخذوه من يعني من الزنقه ديال الدار. عارفين شنو كنعطيو لوليداتنا. كنتمنى البنات ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا كيجي مورق ومحلول، يعني راه كيجي زوين زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم وما تبخلوش عليا بالتعاليق واللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف على حسن التتبع. وهنايا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنقول لكم بسلامة عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.